ازيكم مرة تانية. ان شاء الله بقى هنبدأ الجزء العملي الخاص بالكونتينر كومبوننتس بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أهمية الكونتينر كومبوننتس وازاي هو بيساعدنا نطلع كود بأفضل شكل كلين واوبتمايزد يعني. فخلينا نبدأ. هدف الفيديو بقى ان شاء الله في الجزء ده هنبدأ نشتغل على الكونتينر كومبوننتس خطوة بخطوة. فهنبتدي بمثال بسيط ونبدأ نطوره واحدة واحدة لحد ما نوصل لأفضل شكل كلين واوبتمايزد ينفع نستخدمه في أي مشروع. حلو، فخلينا نبدأ بقى بالتحضيرات الأولية كده. احنا طبعا بدأنا المشروع من جديد ضفنا تو كومبوننتس عندنا اللي هم البوك انفو واليوزر انفو. الاثنين شبه الكومبوننتس اللي كنا استخدمناهم في الليست اللي فاتت خاصه باللاي اوت باترنز اللي هو اللارج ايتم ليست. فكل واحد فيهم بياخد شويه بروبس زي ما احنا شايفين دلوقتي. في حاله اليوزر انفو بيستقبل اليوزر از بروب وبيعرضها بقى، بيعرض البيانات بتاعت اليوزر بعد ما بنعمل ستراكشرنج للبيانات هنا. بيعرض بقى الداتا هنا بشكل بسيط زي ما احنا شايفين. بيعرض بقى البيانات بشكل بسيط زي زي النيم والايدج والكونتري والبوكس. فخلينا بقى نشوف اليوزر ده احنا هنجيبه منين. اليوزر ده بقى المفروض دلوقتي احنا كنا في الفيديو اللي فات كنا مكريتين هنا فايل اسمه داتا، او كنا ضايفين فولدر اسمه داتا وضايفين فيه تو فايلز، واحد خاص بالبوكس وواحد خاص بالاوثرز. دلوقتي بقى احنا هنضيف فايل بسيط كده وهنسميه سيرفر زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. هنضيف فايل بسيط وهنسميه سيرفر، وهنضيف فيه شويه اند بوينتس بسيطه بنفتش منها اليوزر انفو والبوست، بحيث ان نبدا نعرض كل الكونتنت ده او الداتا اللي رجعنا من السيرفر ده. فالسيرفر ده هو اكسبريس سيرفر بسيط يعني. فعشان نبدا نشتغل عليه هنبدا نعمل يارن، نبدا نسطب بقى الباكجز الخاصه بالسيرفر اللي هو الاكسبريس اللي احنا ضايفينه هنا عندنا. فهنضيف كوماند بسيط كده وليكن يارن اد اكسبريس. وبرضه اعتقد احنا هنستخدم اكسس عشان نفتش بقى الاند فويس دي، نتعامل بيها في الفرونت اند. نفتش بقى او ناكسس على الاند فويس دي ونبدا نلود الداتا من السيرفر. فهنضيف تو باكج دول ويلا بينا ندوس انتر، وهنستنى بقى لما الباكجز يحصل لها انستول. جميل جدا. بعد ما الباكجز بقى يحصل لها انستول فخلينا مع بعض كده نشوف ليه احنا اصلا عملنا سيرفر. اعتقد الفكره كلها اننا نحاكي شغل فول ستاك بسيط عشان نختبر في تصميم الكومبوننتس بتاعنا. فالسيرفر هيبقى فيه شويه داتا بسيطه كده، وهي عباره عن لسته خاصه باليوزرز ولسته خاصه بالبوكس ميل. وبرضه اعتقد احنا عندنا الكرنت يوزر ده هنستخدمه ان شاء الله كمان شويه في الاند بوينتس من نوع سواء كان جيت او بوست. هنتعامل معاهم في الفيديوهات الجايه باذن الله. فخلينا بقى مع بعض كده نشوف ازاي هنبدا نشغل السيرفر بتاعنا. اعتقد احنا حاطين هنا السيرفر بوست بتاعنا هيبقى 90 فاعتقد دلوقتي السيرفر جاهز ان احنا نبدا نقول له نود سيرفر جي اس. حلو، هيقول لك ان السيرفر از listening تو بورت 90 فده معناه السيرفر دلوقتي راننج ونقدر ناكسس على الاند بوينتس المتاحه عندنا دلوقتي زي الكارنت يوزر واليوزر باي اي دي والكلام ده كله. فخلينا بقى مع بعض نشوف في الفيديوهات الجايه هنبدا ننفذ الكلام ده عملي ازاي. فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.